السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لو نفسكم تاكلوا بيتزا سهلة وسريعة وما تاخدش معاكم وقت ولا مجهود، تقدروا تعملوا البيتزا القمر اللي زي اللي حضراتكم شايفينها ديت وتاكلوها بألف هنا وشفا. بس حابة اقول لكم ان في البداية البيتزا ديت زي ما شفتوا في العنوان بتاع الفيديو بدون فرن وبدون طاسة، يعني ما تسوتش لا في الفرن ولا على عين البوتاجاز. تفتكروا اسويتها ازاي؟ هقول لحضراتكم دلوقتي انا سويتها ازاي. انا سويتها معايا بصراحة في الميكرويف. الصراحة النتيجة حلوة جدا وممتازة لو حضرتك هتاكليها وهي لسه طالعة من الفرن سخنة، عفوا لو طالعه لسه من الميكرويف سخنه، ما صبرتيش عليها لغايه لما تبرد. وحابه اقول لكم برضو النتيجه طلعت معايا ازاي وايه العيوب وايه المميزات. في البدايه كده عملت معايا العجينه، طبعا ما صورتهاش عشان خاطر انا عملت معجنات مع حضراتكم قبل كده كتير. العجينه عباره عن كوبايه من الدقيق، ربع كوبايه من الميه، رشه بسيطه من الخميره، ونص معلقه صغيره من السكر، وذره بسيطه من الملح، ومعلقه كبيره من الزيت. وبعد كده بتخلطي كل المكونات مع بعضها وتسيبيها تخمر لمده ربع ساعه، مش اكتر من كده. وبعد كده تقسميها على قطعتين، تعملي مع حضرتك البيتزايتين اللي حضرتك شايفاهم دول. اي حاجه بقى متاحه عند حضرتك للحشو بقى في التلاجة تقدري تعمليها. اي حاجه، لو مش متاح عندك لحوم تقدري تحطي جبن، تحطي زيتون، تحطي فلفل. اي نوع حاجه موجوده عندك في التلاجة تقدري تعملي بيها، ان كان مثلا جبنه رومي، جبنه شيدر، جبنه موتزاريلا، زي ما حضرتك تحبي بقى. يعني التزيين بتاع البيتزا دوت او الحشو دوت بيكون حسب الذوق وحسب الرغبه، او بالاحرى حسب المتاح عند حضرتك. تمام. بعد كده جبت معايا البيتزا وفردتها معايا في الاطباق دي بتدخل الميكروويف. تمام. بعد كده عملت فيها فتحات بالشوكه كده زي ما حضراتكم كنتوا شايفين معايا، وبعد كده دهنت الوش بتاعها بشويه من الكاتشب لان ما كانش عندي صلصه بيتزا، وزي ما قلت بقى دي بيتزا المستعجلين، يعني اي حاجه بتنفع معانا في الوقت ده. تمام. عايزه اقول لكم الطعم ما كانش مختلف خالص عن اللي بنعملها بصلصه البيتزا اللي احنا متعودين عليها. بدخل بقى معايا كده البيتزا او الصينيه بتاعه البيتزا الميكرويف، بظبط التايمر بتاع الميكرويف على دقيقتين بس، دقيقتين ان شاء الله كده وتطلع معاكي النتيجه ممتازه، كانك مسوياها في الفرن بالظبط او عاملاها في الطاسه. مفيش اي وجه اختلاف غير حاجه واحده بس حابه ان انا يعني اقول لحضراتكم عليها. ايه العيب الوحيد اللي هتلاحظيه فيها لو حضرتك هتاكليها بعد ما تبرد؟ هتلاحظي ان هي العجينه عامله زي الكاوتش وبتمضغ معاكي، يعني مش هتطلع معاكي بتقطم زي عجينة المخبوزات او زي عجينة البيتزا اللي احنا متعودين عليها. يعني دي لو حضرتك هتسويها في الميكرويف يفضل ان انت تاكليها في نفس الوقت وهي سخنة، ما تصبريش عليها خالص لما تبرد. ما تنفعش في رحلات، ما تنفعش في لو حضرتك رايحة على الشغل او كده تاخديها معاكي، الا في حالة لو هتسخنيها في ميكرويف الشغل مثلا او حاجة. تمام. يعني ضروري ان هي تتاكل وهي سخنة. حبيت افيدكم واقول لكم على التجربة بتاعتي. كل بيتزاية من الاتنين اخدت معايا بالظبط دقيقتين مش اكتر في الميكرويف، وطبعا كل نوع ميكرويف بيختلف في التسوية عن التاني على حسب هو كام واط. تمام. زي ما حضراتكم شايفين هي معايا ما شاء الله حلوة جدا، والعجينة بتاعتها طرية ومستوية. بس العيب التاني برضو اللي انا لاحظته فيها ان القاعدة بتاعت البيتزا من تحت اللون بتاعها فاتح، وكأن هي لسه يعني ما اخدتش لون خالص. هي مستوية وتمام وكل حاجة، بس اللون بتاع القاعدة فاتح جدا، ما اخدتش لون زي اللي احنا بنسويها في الفرن. حابة برضو افيد حضرتك لو حابة ان انتي تعمليها وتجربيها ان شاء الله مش متاح عند حضرتك مايكرويف، تقدري تسويها في الفرن هتطلع معاكي النتيجة احلى واحلى. ولو سويتيها في الطاسة هتطلع برضو معاكي النتيجة ممتازة بامر الله. تمام. بس دي تنفع للناس المستعجله، يعني سهله وسريعه وما اخدتش معايا بالظبط من بدايه الشغل لغايه اثناء التسويه نص ساعه، وكانت معايا بالشكل القمر ده. مش هقول لحضرتك بقى 5 دقايق ولا 10 دقايق، بالظبط من بدايه الشغل من اول ما بدات ان انا اعجن فيها لحد لما جهزتها وطلعت معايا بالشكل ده نص ساعة بس، مش اكتر من كده من اول بداية العجن. حابة اقول لكم اللي حابب يجربها يجربها ان شاء الله وهتعجبه جدا، بس زي ما ذكرت يفضل انها تتاكل وهي سخنة. لو وصلتوا بقى لهنا معايا في الفيديو ما تنسوش بقى تحطوا لايك وكومنت قمر زيكم، وتقولوا لي في التعليقات بتتابعوني منين، علشان تعليقاتكم بتفرحني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.